السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتجدد اللقاء مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية في مجال الآداب والأخلاق الإسلامية. طلاب الأعزاء، لماذا نحب الله تعالى؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. نحب الله تعالى لأنه ربنا وخالقنا، وأنعم علينا بنعم كثيرة مثل جعلنا مسلمين. أيضا أرسل إلينا الرسل لهدايتنا، وهبنا السمع والبصر والصحة والعقل والطعام والشراب. طلاب الأعزاء، هيا بنا لكي نتعرف على عنوان درس اليوم، وهو محبة الله تعالى. هيا بنا لكي نتعرف على أهداف درس اليوم. الهدف الأول أن يذكر أسباب محبة الإنسان لله تعالى. الهدف الثاني أن يعدد جزاء محبة الإنسان لله تعالى. هيا بنا لكي نتعرف على الهدف الأول، وهو أن يذكر أسباب محبة الإنسان لله تعالى. طلاب الأعزاء، هناك أعمال تظهر محبة الإنسان لله تعالى، فما هي؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. أول شيء أن أعبد الله تعالى، أي أتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات كالصلاة والصوم وجميع العبادات التي أمر الله بها. ثاني شيء أن أذكر الله دائما وأحافظ على صلاتي في وقتها، فالذكر من أفضل الأعمال الصالحة اليسيرة التي تقرب المسلم من ربه، والتي تجلب الطمأنينة والسكينة في القلوب. ثالث شيء أن أحب الرسول وأتبعه في أقواله وفي أفعاله، فالواجب على المسلم أن يحب الرسول والاقتداء به في أقواله وفي أفعاله، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، والمحافظة على سنته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رابع شيء أن أتحلى بالأخلاق الحسنة مثل الصدق والكرم. طلاب الأعزاء، هيا بنا لفتح الكتاب المدرسي صاد 69. السؤال يقول: تحت إشراف معلمي أشارك زملائي في كتابة بعض الأقوال والأفعال التي تظهر محبتنا لله من خلال الصور. الصورة الأولى تتحدث، أحسنتم بارك الله فيكم، عن الصدقة. الصورة الثانية تتحدث، أحسنتم بارك الله فيكم، عن السلام. الصورة الثالثة تتحدث، أحسنتم بارك الله فيكم، عن العطف على الحيوان. السؤال يقول: اذكر أمثلة أخرى تظهر محبتك لله تعالى. أحسنتم بارك الله فيكم، مساعدة المحتاجين، الأمانة. طلاب الأعزاء، هيا بنا لكي نتعرف على الهدف الثاني، وهو أن يعدد جزاء محبة الإنسان لله تعالى. طلاب الأعزاء، ما هي جزاء محبة الإنسان لله تعالى؟ أول شيء الفوز بمحبة الله تعالى له. ثاني شيء محبة الناس له. رابع شيء إجابة دعاء من يحبه، دخول الجنة. أحسنتم بارك الله فيكم. طلاب الأعزاء، هيا بنا لفتح الكتاب المدرسي صاد 72. السؤال يقول: أكمل ما يأتي. أحب الله لأنه وهبنا نعمة البصر ونعمة، أحسنتم بارك الله فيكم، السمع، ونعمة، ممتاز، الصحة. جزاء محبة الإنسان لله تعالى في الآخرة هو دخول، أحسنتم بارك الله فيكم، الجنة. السؤال الثاني يقول: أعدد 3 أعمال تظهر محبتي لله تعالى. أحسنتم بارك الله فيكم. أن أعبد الله تعالى، أن أذكر الله تعالى وأحافظ على صلاتي، أن أحب الرسول وأتبعه في أقواله وأفعاله. أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. نحب الله تعالى لأنه أرسل الرسل لهدايتنا وجعلنا مسلمين. أحسنتم بارك الله فيكم، الإجابة صحيحة. المسلم يظهر محبة الله في الأقوال فقط. أحسنتم بارك الله فيكم، الإجابة خاطئة. جزاء محبة الإنسان لله تعالى إجابة دعوته.
أحسنتم، بارك الله فيكم، الإجابة صحيحة. بارك الله فيكم جميعا. وفي الختام أسأل الله لكم الفهم والتوفيق والنجاح والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.